الأمانة إلى مؤمل من الجهة البعيدة. مؤمل تأخر يلعبها لا ستار، ومحاولة كرة عند اللاعب علي قاسم، وركلة جزاء. ركلة جزاء الثانية اللي يمنحها الحكم هذا الموسم، منح ركلة جزاء. شوفها يا حكم. على كل حال احنا دائما نقول صاحب القرار الاول والاخير حكم المباراة. شوفها يعني دخول من عباس قاسم، شوف دخول من عباس قاسم، بعد دخول، لكن فريق أمانة بغداد تقدم ويسجل هدف التقدم لفريق أمانة بغداد. 1 الأمانة لا شيء. الزوراء وستار ياسين قد يلحق الأمانة أول هزيمة للزوراء. 89 دقيقة، الدقيقة الأخيرة الزوراء يتعرض لأول هزيمة. هو الفن يلزم، وكرة خطيرة تلعب، هي جول. الله، برافو يا سرهنج ينقذ المرمى على دفعتين وكرتين خطيرتين، وهذه الثالثة، وهدف التعادل يسجل بوقت قاتل. سجل بوقت قاتل في مرمى الجوية، ويسجل مهند الآن هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. مهند عبد الرحيم يسجل هدف الشخص الرابع، ويسجل بالإعادة كرتين على دفعتين انقذ الحارس. والآن شوف ورأسية رائعة من مهند يقتنص من خلالها هدف التعادل لفريق الزوراء. 1-1 الآن، 1-1. يعني الزوراء يعادل بعد أن يلعب وكرة خطيرة مرة أخرى، بعد خطرة تلعب جول. الله، مرمى الأمانة ينقذ على دفعتين بكرتين خطيرتين، وكاد مصطفى محمود أن يسجل هدف ثاني. 5 دقائق ضاف حكم المباراة، وبالتالي فرصة ثمينة كالأمانة. والبطاقة الصفراء كانت للاعب رضا فاضل. شوف مهند، ومرة أخرى مصطفى، لكن صامويل إيكو أنقذ مرمى الأمانة من كرة خطيرة، أنقذ المرمى. شوفها مرة أخرى بالإعادة، هذه الكرة شوف ترتد مهند ولعبها، لكن تمركز رائع لصامويل إيكو أنقذ من خلاله فريق أمانة بغداد من إصابة أكيدة. شوفها مرة أخرى بالإعادة، وصامويل إيكو. شوف مصطفى محمود كاد أن يصيب المرمى، ولكن مرمى